من صغرنا تربينا على قصة كتقول لينا أن الحب قدر يغير الوحش، وأن الجمال كاين في الداخل، وأن النهاية ديما سعيدة. ولكن واش عمرنا وقفنا وسولنا راسنا شنو إلا كانت هاد القصة ماشي بريئة كما باينة؟ شنو إلا كان القصر ماشي غير مسكون بالوحش ولكن مسكون بالخوف؟ شنو إلا كانت الجميلة ماشي أميرة محظوظة ولكن أميرة سجينة؟ في النسخة اللي عرفنا الوحش كيبان ضحية تعويضة، والجميلة بطلة شجاعة. ولكن في الجوانب المظلمة للقصة كاين تفاصيل ما تعودتش لينا وحنا صغار: عزلة، سيطرة، خوف، ومتلازمة حب كتخلق وسط الرعب. واش الحب اللي تولد في وسط قصر مسدود الأبواب حب حقيقي ولا غير وسيلة للبقاء؟ في هذا الفيديو غادي نغوصوا في الجانب المظلم من قصة الجميلة والوحش، وغادي نشوفوا كيفاش حكاية خيالية تقدر تخبي رسائل خطيرة وتحول الرومانسية لشي حاجة أقرب للرعب النفسي. إلا كنت مازال كتشوف الجميلة والوحش كقصة حب بريئة، يمكن بعد هذا الفيديو ما غتشوفهاش بنفس العين. قصة جميلة والوحش النسخة العادية. كان يا مكان في قرية صغيرة وهادئة كانت واحد الفتاة جميلة والقلب ديالها طيب، الاسم ديالها جميلة. جميلة ما كانتش غير زوينة في الشكل ديالها، كانت زوينة في الأخلاق ديالها وكتحب تقرا وتعاون الناس وكتفضل البساطة على الغنى. واحد النهار من النهارات خرج باها في السفر باش يخدم، ولكن في الطريق ضاع ودخل واحد القصر كبير وغريب في وسط واحد الغابة. القصر كان مسكون ولكن ما كان حتى واحد باين. دخل باها وقف قدام واحد الوردة حمراء وقطفها باش يديها لبنته الجميلة. وفجأة بان الوحش مخلوق كبير ومخيف معصب بزاف حيت باها دخل القصر بلا إذن. الوحش حكم عليه يبقى ساجين، ولكن جميلة ملي عرفت بالقصة مشات للقصر وطلبت تبدل بلاصة ديالها بدل باها. الوحش وافق وخلى باها يرجع وبقات جميلة في القصر. في الأول كانت خايفة بزاف، ولكن الوحش كان كيحاول يعاملها باحترام، كان كيعطيها كتب وكيخليها تمشي في القصر بالحرية ديالها. مع الأيام بدات جميلة كتشوف أن الوحش ماشي شرير، غير وحيد وحزين. والوحش بالدور ديالو تعلق بجميلة وتعلم كيفاش يكون طيب. ولكن جميلة توحشت لباها، والوحش خلاها تمشي تشوفه بشرط أنها ترجع. ملي رجعت لقات الوحش مريض وحزين حيت ظن أنها غدرت به. قربت ليه ودموعها قالت له أنا كنبغيك. وفي هاد اللحظة تكسرت التعويضة وتحول الوحش لأمير وسيم، حيت الحب الحقيقي قدر يغير كل شيء. وعاشوا في القصر بسعادة وسلام، وتعلم الجميع أن الجمال الحقيقي كيكون ديما في القلب. ودابا أجي نتعرفوا على الجانب المظلم من قصة الجميلة والوحش. من بعيد قصة الجميلة والوحش كتبان حكاية حب كلاسيكية، ولكن إذا حيدنا الموسيقى وحيدنا الألوان الزاهية وبقينا غير مع التفاصيل كنلقاو قصة أخرى أكثر ظلاما وأكثر إزعاجا. القصة كتبدا بنت شابة معزولة اجتماعيا، عندها حب الكتب والهروب بالخيال، وكتعيش واحد الحياة بسيطة. وفجأة كتلقى راسها في وسط غابة داخل قصر مسدود الأبواب مع واحد المخلوق ما كتعرفش شنو النية ديالو. الوحش رغم أنه كيبان ضحية تعويضة فهو في الحقيقة مالك القصر، صاحب سلطة وصاحب قرار. الجميلة ما عندها حتى خيار، التضحية اللي دارت باش تنقذ باها كتبان بطولية، ولكن واش فعلا كانت عندها حرية الاختيار ولا كانت مجبرة تختار ما بين سجنين؟ القصر رغم الفخامة ديالو هو مكان عزلة، الأبواب كيتسدوا والغابة كتمنع الهروب، والخدم ماشي بشر حقيقيين غير أصوات كتراقب. الوحش كيقول بلي أنه كيحترمه، ولكن كل شي كيدور حسب القوانين ديالو. كيتعصب والجو كيولي مخيف، كيحزن والجميلة كتبقى تحس بالذنب. ومع الوقت العقل البشري
كيتكيف، والخوف كيولي اعتياد، والاعتياد كيولي ألفة، والألفة تقدر تولي حب. ولكن واش هاد الحب جا من القلب ولا من العزلة، ولا مشي حاجة للأمان وسط التهديد؟ الجميلة بدات كتشوف الجانب الطيب من الوحش، ولكن واش شفتو ولا غير بغات تشوفو باش تعيش؟ حتى اللحظة ديال الاعتراف بالحب كتطرح سؤال خطير: واش الحب اللي كيولد تحت الضغط حب حقيقي ولا آلية للدفاع عن النفس؟ والنهاية السعيدة تحول الوحش لأمير، وكأن القصة كتبغي تقولك تحملي الخوف، تحملي السيطرة، وفي الأخير غادي يتبدل. رسالة مظلمة كتخبى تحت الرومانسية. الجانب المظلم من القصة ماشي وحش، ولكن فكرة أن الحب خصو يجي من بعد المعاناة، وأن التضحية بالصمت فضيلة. وبغينا نسدو الكتاب ونطرحو سؤال آخر: واش جميلة اختارت الحب ولا فقط تعلمت كيف تعيش مع الوحش؟ في النهاية ملي كنرجعو نسمعو قصة الجميلة والوحش بعين راشدة ماشي بعين طفل صغير، كنكتشفو أن القصة ما كتبدلش غير الوحش، كتبدلنا حنا كاملين. كنفهمو أن الرعب ماشي ديما وجه مخيف، ولكن صرخة في الليل أحيانا كيكون هادئ صامت ولابس لباس الحب. القصر ما كانش غير قصر، كان عزلة، والوردة ما كانتش رمز للحب، كانت عداد وقت والضغط النفسي وتذكير دائم بأن المصير مربوط بإحساس واحد. جميلة ما كانت شريرة ولا ضعيفة، كانت إنسانة حاولت تعيش في وسط وضعية مفروضة عليها. والوحش رغم الماضي المؤلم ديالو كيبقى الشخص امتلك السلطة واستعملها حتى لو بنية الشر. القصة كتخلينا نسقسيو: واش الحب كيبرر الخوف؟ واش الصبر فضيلة إلا كان جا على حساب الحرية؟ واش التحول كيغسل الماضي؟ الجانب المظلم الحقيقي ماشي في التعويضة، ولكن في الفكرة اللي كترسخ في العقول أن الحب خصو يوجع ويكون حقيقي، وأن التضحية بالصمت طريق للسعادة. ومن هنا كتولي القصة مرآة ماشي حكاية، مرآة كتورينا كيفاش الرومانسية تقدر تخبي السيطرة، وكيفاش الخوف يقدر يلبس قناع الأمان. وملي كتسالي القصة كيبقى غير الصمت. السؤال ماشي واش الوحش تبدل، ولكن واش الجميلة كانت فعلا حرة أنها تختار. وخا القصة كتسد بنهاية سعيدة، كيبقى الجانب المظلم كيسكون بين السطور، كيهمس همس خفيف وكيقول لينا: ما كل حب نهاية، وكل حب حكاية سعيدة.